مصر هي البلد الوحيدة اللي مفصلة مثل على كل محافظة، وناس كتير يا عيني بتعاني بسبب الموضوع ده. يعني بتوع القاهرة والجيزة اتقال عليهم ان مالهمش اصل علشان هم جايين من محافظات كتير، يعني علشان الناس رحبت بضيوف عندها يبقى جزائهم في الاخر ان هم مالهمش اصل. اهل اسكندرية بقى يتقال عليهم مية مالحة ووشوش كالحة، مع ان الموضوع ما كانش عليهم اصلا، ده كان على الانجليز، واي حد مكبر دماغه يبقى عامل نفسه من بنها، مع ان البنهاوية مالهمش اي علاقة. دي المحافظات التانية هي اللي كانت بتستعبط ويعملوا نفسهم من بنها علشان ما يدفعوش تذكرة القطر بتاع وجه بحري. بس الشراقوة بقى لحقوا نفسهم وقال لك احنا اللي عزمنا القطر، ولا المنايفة طلع لهم مثل شريطين على كمي ولا فدانين عند امي، علشان معظمهم بتلاقيهم في الجيش والشرطة. ولا دمنهور بقى يتقال لك 1000 نوري ولا دمنهوري، انت قد الكلام ده؟ يعني 1000 حرامي عادي بالنسبة لك؟ طب خلي حرامي واحد يطلع لك كده ورينا هتعمل ايه. ولا لما تروح دمياط بقى يتقال لك تتعشى ولا تنام خفيف، تشرب شاي ولا انت مش كيف. طب لما انت مش ناوي تعزمني على حاجه من الاول بتديني اختيارات ليه؟ لا يا عم انا هروح على الغربيه، يتقال لك بلدي طنطا. طب يا سيدي اهلا وسهلا، وانا احب اعيش اونطه يا دي النيله. ولا المنصوره اشمعنى اولاد لويس؟ قال ايه؟ علشان الحمله الفرنسيه نزلت عليهم هناك. انت بتتكلم في ايه؟ ده هم اللي هزموا لويس وسجنوه كمان، انت احول يا ابني. خلاص انا هروح على المحله. لا خد بالك، ده انت تصاحب حاوي ولا تصاحب محلاوي. نروح فين طيب؟ حيرتونا معاكم. كفر الشيخ؟ اوعى، دول هم اللي كفروا الشيخ. امال ايه اللي حصل في الشيخ بتاع شرم الشيخ؟ تروح على الفيوم يتقال لك بلد الكتاكيت. مالهم الكتاكيت؟ انت عارف الكتكوت بكام دلوقتي؟ طب خلاص انا هسيب ده كله واروح على الصعيد. توصل المنيا يتقال لك هو انت من بلد زينب؟ وهم اصلا ما يعرفوش مين زينب، دي طلعت ست ب 100 راجل. تروح على اسيوط، يعني انت مش لاقي غير بلد اليهود؟ بقى القصايطه يطلع عليهم السمعه دي علشان ما خلوش اليهود يضحك عليهم؟ ولا اسوان بقى اي واحد من هناك لازم يبقى بكار ويسالوه عن رشيده، مع ان هو ما يكونش اسمه بكار ولا عنده معزه اساسا. ده حتى البدو اللي عايشين لوحدهم في الصحراء اصلا طلع عليهم مثل برضه، قرات عداوه ولا فدان جنب البداوه. لا احنا كده نروح القسم بقى وكل واحد ياخد حقه هناك.